من هذا بناء على حديث واحد، وهذا الحديث يعني فيه احتمالات، أنا لا أرى هذا. طبعا في أدلة أخرى يعني غير هذا. مفهومك إيه للسلفية؟ أنا أعتبر أن السلفية المفروض تكون شيء من اتباع السلف في عقيدتهم، في سلوكهم، في يعني أن يكونوا قدواتنا. تحولت السلفية اليوم إلى مذهب ينافس المذاهب الأربعة. أنا مرة واحد من الأخوة السلفيين ناقشني ضد المذاهب الأربعة، قلت له طيب أنتم رفضتوا المذاهب الأربعة وكل آرائكم الفقهية تتبع ابن تيمية، لا تخالفوه في رأي واحد، في النهاية أنتم مذهب. فهذا الشيء الآخر لا تعتبرهمش مذهب، هم مفروض ما يكونوا مذهب، بس عمليا هذا اللي صار وهذا المفروض ما يكون. الشيء الآخر أنهم أيضا حاولوا بشكل للأسف يعني عند بعضهم حصر الدين فيهم، حصر العقيدة فيهم. يعني الأشاعرة والماتريدية هم أغلبية السنة اليوم، يعني المالكية والشافعية أغلبيتهم أشاعرة، الأحناف تقريبا كلهم على مذهب أبو منصور الماتريدي. هؤلاء يشكلوا في الأمة فوق 90% من السنة. فلما يأتي السلفية يقولوا لي أن نحن الذين نمثل السنة وهؤلاء لا يمثل السنة، هذا ليس موجود في كلام السلف نفسهم، وليس صوابا ان نحجم، يعني تصير قضيه الايجو كذا، الانا، يعني انا الحق وغيري باطل. هذه مشكله كبيره في السلفيه.